صلى على النبي يا زوز عشان هقولك على كنز هيزود الحفظ عندك حرفيا، وهو النمونيك ديفايسز، وهي وسائل تذكير فعالة تعتمد على الصور والكلمات لتسهيل الحفظ. من الاخر كده الاختصارات. عندك اول نوع الاكرونيمز، وهي انك بتاخد اول حرف من كل كلمة وبتعمل كلمة تفكرك بالكلمات الكتير. مش فاهمني؟ مثال، عندك 5 كلمات وهم سبيشال، ميجرابل، اتندبل، رياليستيك، تايم باوندد. ال5 كلمات دول هناخد اول حرف من كل كلمة ونعمل كلمة سمارت. طب دي طريقة تنفعك في الدراسة. طب في الحياة اليومية، نفترض انك رايح تجيب طلبات، هتجيب جنزبيل، رز، ينسون، دقيق، وهوت شوكليت عشان الجو البرد ده. ممكن نجمعهم في كلمة جريدة اللي هو الجورنان يعني. تاني نوع المايند مابس، وهي انك بتجمع المعلومات على شكل خريطة ذهنية سهلة تفتكرها. طب ازاي؟ هو انك بتحط الموضوع الاساسي في نص الصفحة وتبدأ تفرع منه المعلومات على شكل خريطة، وبتستخدم صور او الوان عشان توضح المعلومات لنفسك. طبعا في انواع كتير. لو عايز اتكلم في النمونيك ديفايسز اكتر اكتب لي في الكومنت، ودعمني بلايك واشتراك في القناة، وسلام.